عايزاكوا تشتركوا في قناتي. دي قناتي اكلاتي واختراعاتي. فعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل وصفاتي الجديدة. بحبكوا قوي وتعالوا نصلي على الرسول. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. وتعالوا نشوف عملنا الجمال والحلاوة دي ازاي. النهاردة بقى هعمل معاكوا الفطير المشلتت المصري الاصلي او الفطير المشلتت المصري الاصيل. هعمله معاكم بطريقة سهلة وبسيطة جدا. طريقة التوريق بتاعته يا جماعة سهلة جدا للناس اللي مسافرة، المغتربين، الناس اللي قاعدة لوحدها ونفسهم كده بيروح للفطير المشلتت، او نفسهم كده يفطروا بيه او يتعشوا بيه او حتى يتغدوا بيه. هعمله لكم النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة جدا، ومتأكدة ان بعد الفيديو ده هتقومي تعمليه. بصوا بقى، اول حاجة بجيب نص كيلو من الدقيق. بنخل الدقيق كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بنزل معلقة كبيرة من السكر، وعلى السكر معلقة صغيرة من الملح. بقلب كل المكونات مع بعض كويس جدا بالشكل اللي انت شايفاه ده. يعني ادخل كل المكونات مع بعض كده، تمام؟ شايفين؟ بعد كده يا حبايبي يعني مكونات الفطير كلها متوفرة عندك في البيت. هنعملها يعني كل حاجة متوفرة عندك في البيت، مفيش حاجات صعبة ولا حاجات كده جاية من كوكب آخر، تمام؟ بصوا بقى، هجيب كوباية من المية الدافية الدافية يا جماعة، ولا هي ساقعة ولا هي سخنة، مية دافية. هحطها بالتدريج كده على الدقيق بتاعي، وعلى على معلقة الملح الصغيرة وعلى معلقة السكر الكبيرة. هنزلها كده بالتدريج واقلب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد بقى ما اخلص بقى واحط كل كوبايه الميه على الدقيق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هقلب بقى كويس جدا كده. يعني بصي، عايزاكي بقى تعجني فيها كده لمده 3 دقايق، تمام؟ بحيث لما تلاقي العجينه بقت بصي طريه معاكي كده وحلوه كده، عامله كده زي اللبانه. بصوا، اهم حاجه العجينه تت يعني بصوا تتعجن كويس، تمام؟ بالشكل ده. بعد كده بجيب طبق وبحط العجينة فيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بسيبها بقى ترتاح كده لمدة ربع ساعة، يعني ربع ساعة كده 10 دقايق تسيبيها كده ترتاح، تمام كده. اهم حاجة يا جماعة تسيبوا بس العجينة ترتاح علشان تبقى معاكم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا، شايفين عاملة ازاي؟ كده بقى هتضمنوا ان هي ناجحة معاكم ومش هتقطع منكم ابدا وانتوا بتفردوها. بعد كده بجيب بس رشة بسيطة كده من الدقيق. بعد كده بحط العجينة بتاعتي وبصوا بعجنها لمدة دقيقة كمان تاني، تمام؟ بتقعدي بقى تعجني فيها كده وتفردي فيها كده لمدة دقيقة كمان. كل الحاجات اللي انا بقول لكم عليها دي تضمن لكم ان انتوا تاكلوا فطير مورق وطري وتحفة. بعد كده يا حبايبي، انا بقى زي ما قلت لكم انا عملت النهارده نص كيلو من الدقيق. نص كيلو من الدقيق هعمل بيه 4 كرات، تمام؟ لان انا هفرد كل كوره، تمام؟ يعني الطريقه اللي انتوا هتشوفوها النهارده دي طريقه بسيطه وسهله، غير انك بقى تقعدي تورقي وتطبقي والغلبه اللي انت بتعمليها. لا لا، هعملها لكم بطريقه سهله، وزي ما قلت لكم اي حد يعني نفسه في الفطير هيقوم يعمله على طول لانه سهل جدا. بعد ما عملت ال4 كرات بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، بجيب بقى المادة الدهنية بتاعتي. ممكن تجيبي سمنة على زيت، ممكن تجيبي زبدة على زيت، ممكن تجيبي سمنة بس، ممكن تجيبي كمان زبدة بس، تمام؟ بعد كده يا حبايبي بجيب بقى المادة الدهنية بتاعتي وبحطها كده. بعد كده بحط عليها الكورة اللي احنا عملناها بالشكل ده. بفردها بقى. بصوا، انا عايزه اقول لكم عشان احنا عجنا العجينه كويس جدا في الاول كويس، بعدين سيبناها ترتاح ربع ساعة. بعد كده عجناها تاني وسيبناها يعني سيبناها شوية كده برضو، يعني 5 دقايق كده ترتاح تاني. بصوا بقت عاملة ازاي، زي ما قلت لكم بصوا يعني عاملة زي اللبانة كده. بصوا مش هتتقطع منكم ولا اي حاجة. بصوا بقى، بعد ما فردتها كده بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، بحطها كده في الطبق كده، تمام؟ زي ما قلت لكم طريقه التوريق النهارده ممكن تكون مختلفه شويه، بس سهله وهتنجزي وهتاكلي احلى فطير. بعد كده حبايبي بحط بقى الكوره التانية برضو، يعني خليكي بقى عايزاكي كل ما تيجي تحطي الكوره بتاعت العجينه بتاعت الفطيره دي تخدميها كويس بالماده الدهنيه من فوق ومن تحت كده، تمام؟ وتفردي بيها كده، يعني الماده الدهنيه تفردي بيها كده.
بصوا انا عملت 3 كرات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، فردتهم كده تمام وحطيتهم فوق بعض بالشكل ده. تعالوا بقى اخر كرة اللي هي سايباها في الاخر اللي هي كبيرة سنة، يعني انا عملت 3 كرات كده قد بعض، والكرة الرابعة يعني كبرتها شوية تمام. ليه بقى؟ هفردها برضو زي ما فردت التانيين بالشكل ده اهو، بفردها بايدي او بالنشابة، يعني اللي يريحك اعمليه. لو عندك نشابة افرديها كده بالنشابة شوية وساعدي بايدك الاتنين مع بعض تمام بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هفردها كويس بقى تمام، وانا قلت لكم دي كبيرة شوية عن التانيين علشان هقول لكم هعمل بيها ايه في الاخر تمام. وزي ما انتوا عايزين تكتروا الكرات، عاوزين مثلا 5 كرات 6 كرات زي ما انتوا عايزين. بصوا جبت بقى ال العجينة بتاعتي فردتها اهي تمام اهي، شايفين عاملة ازاي؟ ما بتتقطعش خالص، وانتي مش هتتقطع ابدا عشان انتي خدماها كويس. بتجيبيها بقى وتجيبي بقى ال3 اللي احنا حطيناهم فوق بعض. بصي هاتيها وديها حطي ارزعيها في الحيطة هترجعلك تاني. بصوا انا عايزه اقول لكم عشان العجينه يعني مخدومه كويس، ما تخافيش ولا هي هتتفركش ولا هي هتلزق في بعض ولا اي حاجه، لا. إيه بصوا بقى، حطيت بقى اللي احنا عملناه في الاخر، اللي هي فردناه في الاخر على ال3 اللي احنا عملناهم في الاول كده اهو. بتلمي بيها بقى ال3، بصوا بتلميها كده. عايزه اقول لكم بجد طريقه تحضير الفطير دي سهله جدا، لازم تجربوها. اعملوها بكرة بقى او اعملوها على الفطار كده، او اتغدوا بيها كمان جنب عسل بقى وقشطة وجبنة، وعيشوا حياتكم. بصوا بقى بجيب بقى الصينية بتاعتي، ولازم طبعا الصينية برضو اكون مبطناها كويس بالسمنة او بالزبدة بالشكل ده. بصوا هبطن الصينية برضو من كل حتة كده، تضمني برضو ان الفطير ما يلزقش معاكي بعد ما يطلع من الفرن. بجيب بقى الفطيرة بتاعتي، شيليها عادي، مش ما تقلقيش خالص، ولا هتتنحكش ولا هتتفركش ولا اي حاجة. هتحطيها في الصينية كده وتظبطيها اهو زي ما انا عاملة كده. عايزة تجيبي صينية كبيرة شوية، عايزة تجيبي صينية يعني وسط، زي ما انت عايزة. اي صينية متوفرة عندك جيبيها، بس لازم تكون مدورة تمام اهو. بتلمي العجينة كده بالجنب كده اهو، تكوني قايدة الفرن على درجة حرارة 180. بتدخلي بقى الفطير بتاعك، الفطيرة بتاعتك الجميلة القمر دي، وبتطلعيها بعد نص ساعة. كل شوية بصي عليها كده، اول ما تلاقيها خدت اللون الاحمر ده يبقى هي كده تمام معاكي. عايزة اقول لكم يا جماعة تحفة تحفة تحفة، ريحتها وطعمها يجنن. بصوا بقى، اي عايزه اقول لكم على خطوه مهمه. بعد ما تطلعي الفطير غطيه بس بكيس تلاجة كده، او قماشه عندك نضيفه علشان بس يفضل طري معاكي. يعني غطيه كده وسيبيه بس لمده 5 دقايق، وبعدين شيلي الغطا بقى، هتلاقيه طري كده وتحفه. عايزه اقول لكم بجد يعني لازم تجربيه بالطريقه دي يا جماعه، هيعجبكم جدا. قطعوه بقى وحطوا بقى جنبه جبنة، يحطوا جنبه عسل، تاكلوه كده اصلا جنب كوباية شاي. هو مش عايز غير كوباية شاي يا جماعة. شايفين الحلاوة؟ شايفين التوريق؟ مفيش اسهل ولا ابسط من كده. عايزاكم بقى تجربوه بطريقتي، ان شاء الله يعجبكم جدا وبألف هنا. زي ما قلت لكم احنا ممكن ناكله عادي كده من غير اي حاجة، لوحده كده مع الشاي بقى، مع شاي بلبن، يعني اي حاجة انتوا عايزينها اهو. بصوا عايزه بس اوريكم التوريقه عامله ازاي. شايفين التوريق؟ يجنن. زي ما قلت لكم هو لوحده كده تحفه. وممكن كمان زي ما قلت لكم تحطوا عليه جبنه اهو، ممكن تحطوا عليه جبنه، بالجبنه برضو حلو قوي. وممكن كمان يعني تعملوه كمان بعسل ابيض، بعسل اسود، اللي انتوا عايزينه. شايفين شكله عامل ازاي؟ بعد الفيديو ده هتقومي على طول تعملي الفطير، مش هيبقى صعب بالنسبه لك ابدا. وزي ما شايفين كده عملت برضه بالعسل الاسود، كان يجنن. عايزاكم بقى تحطوا لايك للفيديو، اشتركوا في قناتي، دي قناتي اكلاتي واختراعاتي، فعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل وصفاتي الجديده. بحبك قوي، استنوني بقى في وصفه جديده وفيديو جديد، ومع السلامه وباي باي.